احنا هنا في كنيسة القديس العظيم الأنبا موسى الأسود في الترينيتي، وده الهيكل وورا فيه البحيرة. وده جسد القديس العظيم الأنبا موسى الأسود، الرفات بتاعت الجسد المبارك. والناحية التانية رفات القديس العظيم أبو سيفين ماركوروس في البشير. وطبعا ورا في البحيرة فيها أنشطة كتير زي ما انتم شايفين، ناس بتعمل كياك وده الهيكل المقدس أم النور رب المجد العشاء الرباني. احنا هنا كده بره الكنيسة، ودي صورة يسوع المسيح. وهنا صورة تقريبا الحجم الطبيعي للقديس العظيم القوي الأنبا موسى الأسود. العشية ايده هيعملها ابونا موسى البراموسي وسيدنا الأنبا بولس. وهنعمل جولة سريعة كده في ترينيتي عشان الناس تشوفها. دي المساحات الخضراء، البحيرة أو المية. المباني دي كلها فيها غرف، إما بتكون للشباب إما بتكون للعائلات على حسب. طبعا في مشرفين بينظموا كل ده. ودي مجموعة من الألعاب اللي للأطفال في أكتر من مبنى. واللي في الوش ده الكافيتيريا أو المطعم الناس اللي بتاكل فيه. وعند البحيرة هنا في أنشطة مائية وحاجات كتير بتتم، وفي مباني ورا الناس قاعدة فيها. كل المساحات الخضراء اللي ورا دي تابعة للترينيتي. وكان سيدنا الأنبا بولس بيقول ببركة المسيح ودعم الشعب وجهود وتدبير وبصيرة سيدنا وجهود وبركة أبونا الحبيب القمص الراهب موسى البراموسي هيتم يعني تطوير ترينيتي كلية وإزالة المباني دي كلها. وهيتعمل مبنى كبير جدا يستقبل كل كنائس الإبرشية في مختلف الأقاليم، بحيث إن كل الناس بتيجي هنا بتصلي، بتعمل اجتماعات، بتعمل مؤتمرات، بتعمل ندوات. هقربكم أنا من المساحات الخضراء والمية. والمبنى اللي في الوش ده بجانب المباني دي ممكن بتعمل للمؤتمرات والعظات والاجتماعات للشباب أو الشيوخ والحكماء وكبار السن والعائلات. وزي ما انتم شايفين كل المساحات وده المناطق المية. الناحية التانية على فكرة بيبقى فيها شاليهات ومنتجعات وشواطئ الناس بتعوم عليها. وهتشوفوا الناس اللي بتعمل كياك. الكياك اللي هي المراكب الصغيرة اللي الناس مش يعني بتنزل تعمل بيها رياضات مائية. هنا المكان كله مساحات خضراء. وده الهيكل بتاع الكنيسة من ورا اللي بيبص على البحيرة. ادي الهيكل. يعني طبعا منظر خرافي جبار ممتاز جذاب جدا واحنا بنصلي القداس او اي عشيات او تسبيحة. وهنفرجكم على المناطق المية. ادي الناحية التانية اهي في شاطئ
ده بيبقى عبارة عن، وهتلاقوه في كل الحتت، هتلاقوا فيه شواطئ. المنطقة هنا جذابة جدا. اهو الناحية التانية هتبصوا هتلاقوا فيه مراكب الصغيرة بتاعت الكاياك، ودي ثقافتها بتاعت السكان الأصليين لكندا، الأوتوكتون وغيرهم اللي كانوا بيتنقلوا بيها. ودي الناحية التانية اهي هتلاقوا مراكب كتير وشاطئ، وبيتفصل هنا بين كل منطقة ومنطقة بحبال. طبعا الناس ممكن تمارس رياضات كتير هنا زي صيد السمك وغيرها. المنطقة بصراحة أكتر من جذابة، وكفاية إن فيها جسد القديس العظيم القوي الأنبا موسى الأسود، وجسد القديس العظيم أبو سفين مرقروس فلوباتير. وترينيتي الجميل فيها إنها مش بعيدة عن لافال ومونتريال وأوتاوا وجاتينو، يعني بتقع في وسط كل المناطق دي، وبتقع في منطقة جميلة بصراحة، والمساحات اللي فيها جذابة جدا. تشعرك بنوع من الارتياح النفسي، بتيجي تغير جو، عايز تعمل رياضات مائية تعمل، وقبلها طبعا عايز تيجي تصلي، عايز تيجي تسبح، عايز تيجي تعمل اي حاجة. وورا المبنى اللي في الوش ده بيكون الباركنج او الاستاسيونمون. وده صديقنا العزيز مايكل بشاي، احد الشمامسة والخدام النشطاء، واعتبر من المنسقين الاساسيين عن، ما هو ده حلاوتك انك طالع بالشورت، من الشمامسة الممتازين والخدام اللي بيعتمد عليهم مايكل بشاي. كلنا بنحب نقول له يا بشاي. وطبعا هوريكم اول ترينيتي مدخلها عامل ازاي. العاب للاطفال عشان لانه مكان اصلا اكتر للعائلات والاسر طبعا، وللشباب لما بيجوا مع الخدام والمشرفين بتاعهم. كل دي حاجات الاطفال ممكن تقدر تستخدمها وتستفيد بيها. الاستاسيونمو بتاع العربيات اللي بتيجي، لان القديس القوي الأنبا موسى هتبدأ 6. ده المدخل بتاع ترينيتي. التطوير، وكان سيدنا الأنبا بولس قدمه هدية للشعب، وأبونا موسى البراموسي عمل مجهود كبير مع كل الشعب والشباب والخدام. وكانت في فرق من المتطوعين والكشافة اللي كانت بتعمل حاجات كتير، وتشوفوا كل الناس بتشتغل بإيديها. وسيدنا الأنبا بولس نفسه بيشتغل بإيديه وهو لابس الشبشب. أبونا موسى البراموسي بيبقى شغال وهو لابس الشبشب وبإيده. تحسوا إن هم عمال وآباء كهنة فعلا طوروا حاجات كتير. ولسه زي ما قلت لكم في مشروع كبير لتطوير ترينيتي بإذن المسيح، بحيث إنها تبقى متنفس لكل شعب الكنائس الإبرشامة المختلف الأعمار. ده الطريق السريع، وبنعلم ترينيتي بالصليب الجميل ده عشان المنطقة معظمها منتجعات، فكل اللي ماشي على الطريق بيعرف المدخل بتاع ترينيتي بالصليب ده. وادي الطريق، وادي، لان في على الناحيتين من هنا والناحية التانية. وده طريق 390 ترواسو 90 390. وادي الصليب بتروح داخل من هنا. ده المدخل بتاع ترينيتي اللي بتشوف فيه المساحات الجميلة دي اللي بتيجي تصلي وتسبح فيها ربنا.
وتستجم، خاصة لو عندك اجازة بتحس فعلا ان انت في حتة من الجنة في المساحات الجميلة دي. وطبعا ترينيتي مع التطوير هتبقى منطقة جذب عظيمة لكتير من الناس. زي ما قلنا ان سيدنا الانبا بولس عنده مشروع ربنا يطبر ويكمل بوجود شعب الكنائس الإبرشية وابونا موسى البراموسي وسيدنا الانبا بولس. كل المباني دي هتتشيل وهيتعمل مكانها مبنى كبير مقسم لفئات متنوعة مخصصة للعائلات والشباب ومختلف الأعمار، بحيث تكون ترينيتي متنفس لكل شعب كنائس الإبرشية. ودي مش أول هدية سيدنا الأنبا بولس يقدمها، كنائس كتير جديدة بناها في كنيسة الملاك وأبو سيفين في لافال وكنيسة القديس يوسف في أوتاوا، وربنا يكمل كنيسة القديس يوحنا في بودراي، والمبنى الاجتماعي لكنيسة الست العذراء في أوتاوا وغيرها. وده الاستاسيون مول باركينج اللي الناس بتركن فيه، لأن لسه الساعة دلوقتي حوالي 3:30 وشوية، العشية هتبدأ 6:30 بتاعت العيد. ويلا كل سنة وانتم طيبين، وبركة القديس العظيم الأنبا موسى الأسود القوي تكون معانا ومعاكم ومع الجميع. ونختم بالصورة الجميلة دي للعائلة المقدسة، بركة شفاعتها تكون معانا جميعا آمين. كل سنة وانتم طيبين.